آه الإحباط frustration. مساء الخير عليكم. يسري اسمه الحلقة رقم 9 من الإحباط. طيب المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الندم وإزاي إن الندم عبارة عن رسالة مهمة جدا تيجي تقول لنا إحنا نتعلم من الدروس السابقة بتاعتنا، إيه القواعد اللي إحنا كسرناها علشان نطلع لقدام. وزي ما الندم مهم جدا فالإحباط أو الفرستريشن واحد من أهم المشاعر على الإطلاق اللي الناس مش فاهماها ومش فاهمة فايدتها إيه ومش فاهمة الرسالة الأساسية بتاعتها إيه. ولاحظوا واحدة من أشد المشاكل لما ييجوا الناس يتكلموا على العلاج النفسي وكل الحاجات دي، المحبط حقيقة اللي بيعمل فرستريشن إن أغلب العلاجات ما بتطلعش نتيجة جيدة أو سريعة، وإن اللي أغلب الظن بيطلعه هو المتابعة. وأنا بشتغل مع حد ثيرابيست أو دكتور، هي المتابعة لتغيير السلوك. فتغيير السلوك لو سلوك البني آدم اتغير حالته بتتغير. وهنبقى نحكي عن الحكاية دي إزاي، لأنه لو السلوك بتاعي، لو أنا عندي مشاعر زي ما قلت لكم بتحطنا في حالة غير ممكنة، وبالتالي ده بيزود المشاعر أو الحالة السلبية اللي عندي بسبب السلوك ده. لما بشتغل مع دكتور، لما بشتغل مع كوتش، لما بشتغل مع أي حد يفضل يتابع الحالة اللي أنا بشتغل بيها أو السلوك اللي أنا بشتغل عليه، يحسنه ويخليه سلوك إيجابي. فالسلوك الإيجابي عبارة عن أحداث خارجية إيجابية فتغير المشاعر فتغير الحالة فتطلع الحياة مظبوطة. وفهمنا لترجمة المشاعر الحقيقية، لما واحد يقول لي أنا محبط يبقى إيه اللي أنا محتاج أعمله؟ لما واحد يقول لي أنا ندمان، فهل أنت اتعلمت الدرس؟ وهتكتشفوا إنك بمجرد ما بتتعلم الدرس، بمجرد ما تقول أنا همضي العقد مرة تانية داخل فيها البيزنس، لما تقول أنا هفضل على اتصال بأمي، لما تقول أنا هفضل على اتصال بإخواتي، لما تقول أنا هفضل أنا هركز في شغلي واجتهد، أنا هحافظ على صحتي، هتلاقي إحساس الندم اختفى في ثانية. فتعالوا نشوف الإحباط بيكلمنا عن إيه. إمتى الإنسان بيشعر بالإحباط؟ الإنسان بيشعر بالإحباط لما يعمل أكتر من محاولة وما يحققش نتيجة، أكتر من محاولة وما يحققش نتيجة، فيشعر بالإحباط. طب رسالة الإحباط إيه؟ رسالة الإحباط هي تعريف الجنون. الإحباط جاي بيقولك لو سمحت يا بني آدم بطل تعمل نفس الحاجة هي وتتوقع نتيجة مختلفة. بطل تعمل نفس الحاجة هي وتتوقع نتيجة مختلفة. إذا الإحباط رسالة مهمة جدا جدا جدا، وليها علاقة بكتير من الحاجات اللي الناس بتقولها جلد الذات والكلام اللي احنا هنعرف انه فارغ كمان شوية. تعالوا اديكم شوية أمثلة. صديقي حسين بيدور على وظيفة فكتب سي في محترمة جدا وقدم عن طريق لينكدين، فما جاتلوش الشغلانة. فقالوا له غير الصورة بتاعتك، فغير الصورة بتاعته وقدم عن طريق لينكد ان، فما حصلش على الشغلانة. فقالوا له غير ترتيب الاكسبيرينس بتاعتك، فغير ترتيب السيرة الذاتية بتاعته، حط الشغلانة دي قبل دي وحط دي بعد ده، وقدم عن طريق لينكد ان فبرضه ما جاتلوش الشغلانة. فقالوا له شيل الصورة بتاعتك عشان شكلك وحش، وقدم عن طريق لينكد ان فما اخدش البتاع. فقالوا له حط الصورة الوان وقدم عن طريق لينكد ان فبرضه ما حصلش على الشغلانة. فأحبط. هل تفتكروا صديقي ده كان فعلا بيغير، ولا هو بيعمل نفس الحاجة هي ومتوقع نتيجة مختلفة؟ ده اللي بيبين أهمية نوع من أنواع المشاعر اللي زي الإحباط. لأن أي حد تاني حواليك، أي حد مهما كان كوتش الكوتشيات هيفتكر انك انت كنت بتغير لانك شلت الصوره وبعدين رحت اشتغلت مع كوتش فقال لك مش عارف تعمل ايه في السي في، وبعدين قال لك مش عارف تعمل ايه، وبعدين قال لك ايه. لكن انت في كل الاوقات كنت بتقدم في لينكد ان. مشاعر الاحباط جايه تقول لحضرتك لو سمحت بطل تعمل نفس الحاجه هي. يمكن الشغلانه دي يا صديقي العزيز مش محتاجه لينكد ان، محتاج انك تنزل وتروح تخبط على الناس، محتاج انك تعمل ديمو وموديل وتروح لشركه تقول لهم بص انا بعرف اعمل ايه. يمكن محتاج انك تحضر معارض، يمكن محتاج انك تغير النتورك بتاعتك وتغير اصدقائك وتعرف ناس جديده وتعرف معارف جديده. الاحباط جاي يقول لحضرتك لو سمحت غير الطريقه اللي انت
بتوصل بيها للهدف مش تبعد عن الهدف. فناس كتيرة بتلخبط الإحباط بإنك يا أخي ما هو يمكن ده مش رزقك، يا أخي ما يمكن ده مش هدفك. لأ، ما فيش حاجة اسمها كده. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما طلب من البني آدم إنه يغيّر أهدافه، لكنه بيدّيك رسالة بتقول لك إزاي تقدر تتعلم وتوصل للهدف اللي أنت عايزه بسِكَك تانية. فالسكة دي هي اللي مسدودة، ده مش معناه إن كل السِكَك التانية مسدودة. تعالوا أديكم مثال أنا دايمًا باستخدمه في الtraining يعني عشان يوضّح الحكاية بمنتهى البساطة. الموضوع بيقول كده، أنا نزلت رايح كارفور علشان أشتري الجبنة الزرقا بتاعتي، الجبنة الروكفور دي. فوأنا نازل ماشي في الطريق، لقيت الطريق الأولاني مسدود. أعمل إيه؟ فالناس تقول لي: "والله يا يسري ما تمشيش من الطريق ده، روح من الطريق التاني." حاضر. أقوم قايم كده ورايح ماشي في الطريق التاني. لقيته برضه مسدود، فأقول لهم: أعمل إيه؟ فيقولوا لي: "لأ، خُد الطريق اللي بعده." حاضر، هاخد الطريق اللي بعده. أقوم رايح من الطريق اللي بعده، لقيته برضه مسدود، فيقوموا قايلين لي إيه على طول: "روّح." أروّح؟ ليه أروّح يا جماعة؟ ما الطريق يا يسري مسدود. طيب، هو أنا يا جماعة كنت عايز كارفور والّا كنت عايز الجبنة؟ كويس، لو أنا عايز الجبنة يبقى مش هاروّح، يبقى بدل كارفور أروح لسيفواي، أروح لولو ماركت، أروح لسبينيز، أروح لأي حد تاني، لإن أنا هدفي الجبنة. لكن الناس في الحياة يا جماعة بتتلخبط دايمًا، دايمًا، دايمًا ما بين الهدف وما بين الوسيلة. كل الناس لمّا باحكي لهم المثال ده بيلخبطوا، بيفتكروا إن أنا هدفي كارفور، فلو لقيت كارفور قافل أروّح. أنا مش هدفي كارفور، أنا هدفي الجبنة. فلو مشيت لقيت طريق مقفول، ده مجرد feedback، مجرد رسالة بتقول لي: "يسري الطريق ده مقفول." مش معناها إن أنا أقف هنا وأقول يا رب اشمعنى أنت ليه خلّيتني أنا الطريق يبقى مقفول، اشمعنى كل الناس التانية بتاعة كارفور طريقها مفتوح والكلام الفارغ ده. الطريق مقفول، مجرد أنا سألت هل الطريق بتاع كارفور ده مفتوح؟ قالوا لي الطريق مقفول، يبقى أعمل إيه؟ ما انتحرش، أشوف طريق تاني. لقيته مقفول، ما انتحرش، أروح بقى سبينز، أروح أرجع البيت أطلب من توصيل طلبات والّا أي شركة تانية من اللي بتقدّم الحاجات وأجيب الجبنة. فمرّة، 2، 3 الإحباط ييجي يقول لك يا معلم بطّل تروح كارفور لإنّك مش هتعرف. هل ده معناه إنّي ما أطلبش بقى جبنة؟ لأ، أطلب جبنة، بس بقى من حِتت تانية، تمام؟ فهاحكي لكم حكاية حقيقية. باشتغل مع شركة فييجي لي واحد أنا مُحبَط جدًا ليه؟ أنا بقى لي 10 سنين في الشركة دي يا أخي ما زوّدوليش مُرتّبي، أو أنا بقى لي 10 سنين في الشركة دي ما اترقّيتش. طب حضرتك قاعد لسه ليه في الشركة دي؟ يعني ليه أنت معتقد إن الوسيلة الوحيدة للترقية هي جوّه الشركة دي؟ ليه معتقد إن الوسيلة الوحيدة لزيادة مرتبك هو الشركة دي؟ لو أنت كلمت مديرك وقدمت طلبات وعملت كل الحاجات وما حصلش حاجة، يبقى أنت محتاج تغيّر الطريقة، مش تغيّر الهدف، مش تقول خلاص بقى أنا ما ليش نصيب في الترقية، أنا ما ليش نصيب في البتاع، ربنا مش كاتب لي كده، ربنا مش كاتب لك ولا أي حاجة من الحاجات دي. ربنا كل اللي كاتبه لك إنك تتعلم، يعني ربنا كاتبه لك في القرآن إنك تتعلم إن لو الطريق ده ما مشيش، أنا مدّيك مشاعر اسمها الإحباط عشان تعرف إن السكة دي مش ناجحة، بدِّل وروح السكة التانية. طب مش عارف تروح سكة تانية، اتعلم إزاي تروح سكة تانية. عشان كده في ناس زيي وزي ناس كتيرة وشركات تانية كتيرة وcoaches مالين الدنيا. يا جماعة أعمل إيه عشان ألاقي شغلانة تانية؟ أعمل إيه عشان أقدّم في شغلانة تانية؟ سهلة وبسيطة، ولو أنت بالذات بقى يعني أنا كنت لسه من كام يوم مع شركة multinational وعظيمة وعندهم راجل بيشتغل في المبيعات رائع ممتاز، 15 سَنة عايز يترقّى مش عارف، بعد 15 سَنة قال لهم أنا ماشي ولقيت وظيفة تانية، قالوا له هنرقّيك، قال لهم لأ أنا ماشي. إذًا لو كان هو فِهِم المشاعر بتاعة الإحباط بدري، كان من الأول قال أنا جِبت offer جديد وعندي وظيفة جديدة، كانوا رقّوه في ثانية. ليه؟ لو كان فِهِم إن المشاعر معناها إنك تبطّل تعمل نفس الحكاية هي وتتوقع نتيجة مختلفة. ففكّروا في كل الناس اللي بييجي لها إحباط، فكّر في نفسك، أنت بييجي لك إحباط ليه؟ لإنك عمّال تعمل نفس الحكاية هي أو أشبهها، إنك تغيّر الصورة، تشيل الCV، تحط الCV، تقلّب الCV، لكن لسه بتقدّم من LinkedIn، تمام؟ فواحد ييجي يقول لي أنا عايز أربّي ابني مش عارف إيه، فأنا كلّمت ابني كده، وكلّمت ابني كده، وكلّمت ابني كده، وكلّمت ابني كده، ما أنت بتكلّمه بس. يعني كل دي أنت حاسس إنها حاجات مختلفة، لكن هي مش حاجات مختلفة، هي نفس الحاجة، لكنها باينة إنها مختلفة. الإحباط بييجي يقول لك لو سمحت غيّر طريقتك مليون في المِيّة، بدل ما بتكلّمه خُده وورّيه حاجة، فرّجه على حاجة مختلفة، خلّيه يخوض تجربة مختلفة. أنت بتقدّم على وظيفة، انزل احضر معارض، روح خبّط على الناس في الشركة، اعمل موديل وروح ورّيه لهم، اعمل حاجة مختلفة. ولو مش عارف إيه هي، روح واسأل
أهل الذكر زي ما بنقول، روح شوف الناس اللي عملت كده عملتوا كده إزاي، بتدوّروا على شغل جديد إزاي، وهكذا. إذًا الإحباط بكل إخواته بقى، اليأس، مش عارف زي ما قُلت لكم، مش لازم كلنا نبقى خُبرا في اللغة العربية يعني. أنتم هتعرفوا زي ما قُلت لكم الفرق بين المشاعر والحالة بده، لكن بمجرد ما هتاخد action جديد، يعني خلقت آآ ظرف خارجي جديد، موقف خارجي جديد، فغيّرت مشاعرك، فغيّرت حالتك، فبدأت تشتغل. إذًا المشاعر جاية تساعدك تغيّر حالتك من حالة غير ممكنة لحالة ممكنة. الإحباط جميل جدًا، جدًا، جدًا. أنا بقيت باتبسط يعني وأنا شغّال وعندي 3 شركات وبنفتح الرابعة وعندي شركة شغّالة زي الفل وعندي شركة فيها مشاكل وأحس بالإحباط، فاتبسط إن أنا حسيت بالإحباط ليه؟ لإني عرفت إن الطرق دي كلّها مش شغّالة، يبقى أكيد لمّا هاغيّر التغيير الجديد هالاقي وسيلة تانية. وإن شاء الله يعني على آخر حلقة كده هاقول لكم على حاجة أنا عملتها من الإحباط وهاقول لكم على النتيجة بتاعتها. أرجو إن ده تكون حلقة مفيدة. الإحباط واحد من أقوى، أقوى، أقوى المشاعر اللي حقيقة تستفيدوا منها، لإن أنا متأكد في وسط الظروف الاقتصادية اللي بتحصل وفي وسط التغيرات اللي في العالم والحاجات الجنانة اللي بتحصل حوالينا، ناس كتير عندها إحباط. انتهزوا فرصة الإحباط، اعرفوا إيه الحاجة اللي أنتم عمالين تعملوها هي، وإيه اللي أنتم محتاجين إنكم تغيّروه. أشكركم شكرًا جزيلًا، وأتمنى لكم آآ إحباطات تبُصّوا عليها فتتعلموا منها، فتغيّروا المسار بتاعكم وتوصلوا لنجاحات جميلة، لإنه حقيقي مهم. أشكركم شكرًا جزيلًا. تصبحوا على خير. بُكرة صحيح أنا نسيت أقول لكم على حاجة مهمة. بُكرة هنتكلم على يا ولاد الضغط. تعالوا بُكرة نتكلم عن الstress. اكتبوا لي في الكومنتات الstress بييجي إمتى، إمتى بتشعروا بالstress، وبُكرة نتكلم على الstress. شكرًا جزيلًا وتصبحوا على خير. Thank you.